اتكلمنا في فيديو سابق عن العلامات اللي بتدل على انك مدمن تكنولوجيا ولا لا، ودلوقتي هنتكلم على الآثار الجانبية للتكنولوجيا. 1. عدم القدرة على التركيز. الأبحاث بتقول إن متوسط مدى انتباهنا بقى أقل من السمكة، ففي سنة 2000 كان مدى انتباهنا 12 ثانية، لكن دلوقتي بقى 8 ثواني بس. وطبعا اللوم بيقع على المحمول والكمبيوتر والفيديو جيم، لأن المثيرات السريعة اللي بيقدموها بتخلينا نعمل كذا حاجة في وقت واحد، وده بيقلل قدرتنا على التركيز، وده بالنسبة لغير المدمنين. لكن المدمنين بتكون فترة انتباههم أقصر وبيكونوا أكتر عرضة للتشتيت. 2. نوم مش كفاية. زيادة النظر في التليفون أو الكمبيوتر بيسبب زيادة في صعوبة النوم، وده بيكون له تأثير سلبي على الأداء والشغل. وعلى حسب الباحثين في كلية طب جامعة هارفارد، فإن الأجهزة دي بتضعف نومنا بسبب الطول الموجي للضوء المستخدم في الشاشات، والمعروف باسم الضوء الأزرق، لأنه بيقلل من إفراز هرمون الميلاتونين اللي بيساعدنا على النوم. 3. الإحساس المتزايد بالتوتر. التكنولوجيا حملتنا عبء كبير، فقبل 20 سنة كان يوم الشغل بيبدأ الساعة 8 ويخلص الساعة 5، لكن دلوقتي حتى واحنا في البيت بعد ميعاد الشغل بيجيلنا ايميلات ورسايل واتس ومكالمات، ونصحى من النوم نرد على رسايل وننام تاني. وحتى لو احنا في اجازة بقى عادي ان يبقى في تواصل مع الشغل والزملاء. ده بيسبب توتر لان يوم الشغل ما بينتهيش ولا بيكون في اجازة حقيقية ابدا، ومش قادرين نفصل مخنا شوية عن الشغل. 4. ضعف الحياة الاجتماعية. إدمان الإنترنت وألعاب الفيديو ومواقع التواصل له تأثير سلبي على حياة المدمن الاجتماعية. ممكن تخليه يبطل يرد على المكالمات من عيلته ويرفض الخروج مع أصحابه، وبدل كده هيفضل في البيت وعينيه متثبتين بجهاز الكمبيوتر أو المحمول أو الفيديو جيم، وبالتالي علاقات المدمن التكنولوجيا بتتقلص، فالصحوبية بتتحول لخناقات، واللي بيحبوه بيحسوا بالألم والغضب بسبب إنه مش بيستجيب لمحاولات التواصل معاه، واللي بتقل شوية شوية لحد ما تنتهي تمام. 5. آلام الظهر والرقبة. اتخيل واحد واقف مستقيم وكتافه معدولة وراسه مستقيمة، وتخيل واحد تاني واقف بيبص في التليفون، هتلاقي ظهره محني حاجة بسيطة، لكن المشكلة الحقيقية في راسه، هتلاقيها مايلة 45 درجة وممكن توصل ل 60 درجة، ومع وزن الراس الكبير فده بيعمل ضغط على العمود الفقري، والنتيجة تصلب مزمن وألم في الظهر والرقبة والكتاف. 6. زيادة الوزن. لو وزنك زاد في الفترة الأخيرة فالمتهم الحقيقي هو تليفونك، أو بدقة أكتر هو هوسك بالتليفون. ففي بحث في سنة 2013 لقوا أن طلاب الجامعات اللي قعدوا 14 ساعة في المتوسط كانوا أقل في اللياقة البدنية من اللي قعدوا ساعة ونص بس. فترات عدم النشاط الطويلة بتسبب زيادة الوزن وسوء الحالة الصحية. 7. الاكتئاب. إدمان التكنولوجيا ممكن يسبب الإحساس بالاكتئاب بطريقتين. الأولى بسبب إن مدمن التكنولوجيا بيحس بالعزلة وهو بيقضي وقت أكتر فأكتر على الإنترنت، ويقلل شوية شوية من العلاقات الشخصية. ده بيخليه يحس بشعور متزايد من التعاسة، اللي لو فضل لأسابيع ممكن في النهاية يخليه يحس بالكآبة والعجز واليأس. الطريقة التانية إن الهوس بالتكنولوجيا جزء منه استخدام المدمن لتليفونه مع أصحابه وأسرته، ولما ما يردوش بسرعة وفورا على رسايله بيحس إنه مش مهم بالنسبة له. 8. مشاكل في النظر. مش من المصادفة إن كتير من الناس اللي بيقضوا وقت طويل قدام شاشات الكمبيوتر بيلبسوا نظارات، فالنظر في الكمبيوتر طول اليوم بيسبب جفاف العين، حتى إن بعض الناس بيحسوا بالألم، وده جزء من مرض معروف باسم متلازمة رؤية الكمبيوتر. 9. عدم القدرة على السيطرة على الاندفاعات. التحكم في الانفعالات هو القدرة على تجاهل الحوافز، وده بيأثر على طريقة تعاملنا مع الغير ومع كل حاجة حوالينا. فتخيل انك واقف في طابور العيش ووراك 2 عمالين يتكلموا في السياسة، وحد منهم قال رأي مش عاجبك، بتحس برغبة في انك ترد عليه، وده حاجة طبيعية، ولكن لان الاتنين غريبين عنك بتحافظ على ضبط النفس وبتتجاهلهم. لكن الناس اللي عندهم عدم قدرة على التحكم في الانفعالات
بيقعوا في المشاكل، ومش حاجة مفاجأة إن مدمن التكنولوجيا بيعاني عادة من عدم قدرته على السيطرة على الانفعالات. 10. المماطلة. كل الناس بتماطل، فدي الطبيعة البشرية، فاحنا دايما بنحاول نأجل الحاجات اللي حاسين إنها مش مريحة، وبنركز على الحاجات اللي بتهمنا، زي مثلا في البيت نقعد قدام التلفزيون بدل ما نوضب الصالة، وفي المكتب ندخل على الفيسبوك أو تويتر بدل ما تعمل التقرير المفروض تسلمه النهاردة. التكنولوجيا بتدينا عدد لا نهائي من عوامل الإلهاء والتشتيت، فمش من العجيب إن مدمن التكنولوجيا بيكون دايما بيماطل. 11. زيادة العصبية. مدمن التكنولوجيا بخير وكويس طالما هو قادر يتصفح الإنترنت ويلعب الفيديو جيم ويشوف اليوتيوب، لكن لو بعد عن تليفونه هتلاقي حصل تغير كبير في السلوك، هتلاقيه بقى منفعل وممكن يبقى عدواني، وده رد الفعل العادي بتاع كل المدمنين سواء مدمن الخمرة أو المخدرات. 12. عدم الإحساس بالوقت. ضياع الوقت واحد من أكتر الآثار الجانبية للتكنولوجيا، كلنا عملناها. فكر في آخر مرة كنت بتدور على حاجة في الإنترنت، هتلاقي إنك ممكن تكون قضيت ساعات بتقرأ عن الموضوع من غير ما تحس بالوقت اللي مر. ومدمن التكنولوجيا بيعاني من ضياع الوقت بشكل منتظم لأنه بيقضي وقت طويل لوحده باصص في المحمول أو الكمبيوتر. استنونا في فيديو جديد وهنتكلم على موضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان